حينما يقع في يد المؤمنين والمسلمين أسرى كيف يعاملونهم؟ هسه الأيام احنا الأمور مختلطة عندنا، وهل وسائل الإعلامية تنقل مشاهد مؤلمة جدا من تعامل التكفيريين مع الأسرى، والناس منعها هو هذا الإسلام. الغرب وغير الغرب يشوفون أشكال من القسوة والعنف والقتل للأسرى، بحيث مع الأسف يعني يظنون أن هذا هو الدين. هذه أحكام الدين. يقول الأسرى إما أن يكونوا رجال وإما أن يكونوا نساء. النساء والأطفال هذول إذا كفار يتحولون إلى إماء وعبيد، يعني يملكون، يصيرون ملك للمسلمين. وطبعا شلون يقسمون؟ الإمام يقسم مثل الغنائم، يقسمهم كإماء وعبيد على المقاتلين الذين شاركوا في المعركة. وأما إذا كانوا أسرى رجال فيقول إذا أسلموا سلموا، إذا ما أسلموا أكو خلاف في أنه هل يمكن أن يفدوا أنفسهم بفداء أو أن الإمام يمن عليهم. يقول الإمام صلوات الله عليه يرى بعد أن يسلم هذا هو إما أن يمن عليه أو يفدي نفسه بشيء ويرجع إلى بلده. عندنا احنا في الأسرى غير المسلمين، يعني الذين لا يسلمون يرفضون الإسلام، مشرك وقع في الأسر ولا يريد الإسلام يرفض، يقول هذا يقتل. لكن شو وقت يقتل؟ إذا بعدنا احنا في بداية المعركة ينبغي أن نثخن في العدو